انه يكون موجود بالعراق وبالبصره تحديدا. ما عندي اي شيء، بس اقول شكرا لكم لانه قبلتوا انه تكون البطوله بالبصره، وشكرا لان انتم ساعدتوا العراق والعراقيين بانجاح هذه البطوله. اكيد في سلبيات وهذه موجوده في اي بلد بالعالم. نتمنى انه دائما توقفون مع العراق وتساندون العراق مثل ما انتم دائما فاتحين ابوابكم وقلوبكم للعراقيين. والله الشكر لكم انتم كابتن نشأت. يعني قبل احنا ممكن نتفق ان والله احنا ساعدنا او اتفقنا ان البطوله تقام هنا، بس اللي شكرا لكم انتم للشعب العراقي اللي هم كانوا اهم اسباب نجاح البطوله. مثل ما قلت اعيد واكرر، عوده الروح للبطوله بالشكل الحقيقي. الشيخ ما نعرف انا من كنت لاعب اعرف انتم كيف كنتوا تستقبلون المنتخبات العراقيه، مو فقط المنتخب العراقي. فانتم هذا مساندتكم وتواجدكم هنا ودعمكم الغير محدود هو يعني يساهم بانجاح الكره العراقيه اكيد. هاي تعاون بيننا وبين الاتحاد العراقي مش دعم. ابو خليفه اخاف في سؤال. لحظه واحده بس. نور صبري تفضل. وجهك كابتن، ما بدك تسمح لي؟ واحده يسار واحده يمين صح، واحده بس الصوره لان زميلك. توازن. إيه؟ انت تحب نور؟ من؟ نور احب انسان على قلبي انا. بعد نشأت. يا اخي رحب بيك، اكيد فرصه طيبه انه نلتقي بيك، واحنا دائما نلتقي بيك عن قرب ونعرف مدى حبك واعتزازك بالعراقيين، وهذا الشيء نفتخر به حقيقه. واحنا كلاعبين نعرف عن قرب انت شنو بالنسبه لنا، احنا نحترمك ونقدرك جدا. لكن انا اتكلم على مستوى العمل. اكو كلام كان انه البطوله كانت معرضه للتاجيل باللحظات الاخيره، ولو هذا قد يكون عمل اداري او بعض الاسرار، لكن كان هناك نوعا ما ضغط على انه البطوله تتاجل، فهل كان هذا الكلام صحيح ولا لا؟ الله يسلمك، شفت برنامج بالصدفه حق زميلكم علي نوري اي في شهر 8 تقريبا. نعم. اعتقد شهر 8 وطرح هذا الكلام بين العراقيين بنفسهم. ترى ما كان في حد فكر في الموضوع، العراقيين نفسهم في برنامج كان كل زملائه او كل ضيوفه من العراق. نعم. ويتكلمون ان البطوله سحبت. اتصلت له قلت له يا اخي حط انت والشعب العراقي في بطنك بطيخه صيفي ما راح تسحب. حلو. تكرر الكلام مره ثانيه قريب يعني اي بالضبط، انا تقول على هذا الاخير شيء. ما في شيء والله. ايه. يعني انا قلت حق علي نوري لا قدر الله لو صارت مصيبه ممكن تسحب، يعني مصيبه علينا كلنا لا قدر الله، لكن ما كانت يعني هالكلام غير صحيح بالمره. يعني ما ذكر عندنا على الاقل احنا. مجرد اشاعات يعني. تفضل كابتن. اسطوره. مسك بالخير. اسطورتنا. شلونك؟ الساعه المباركه. يا مرحبا. يعني تو منور ميلسنا. ميلس كان مظلم لك عليه شوي، بس بوجودك ترى نور. تفضل يا اسطوره. الله يسلمك. زين. مستعجل؟ ابو خليفه بيجلس ويانا ساعه ونص ساعتين، قاعدين ابو داوود هني برا الدكتور، فامورنا طيبه يعني ما عندنا مشكله. وبنخلص الميلس وبنكمل وياك بنروح الفندق. ابو خليفه. الله يحييك. ابو خليفه انا يمكن السؤال يمكن الحين في جزء من الجواب عليه. يعني كان كذا كلام موجود على اساس ان الدكتور هني مسك بالخير يا دكتور. دكتور قعدت تتقرب انت حي قدام ها؟ يعطيك العافيه. فكان كلام ان ممكن ما تقام في العراق، ممكن دوله ثانيه، ممكن الاتحاد الخليجي كان في اصرار على هذا الموضوع. اول شيء احنا بالنسبه لنا نشكركم على هذا الاصرار، انكم جبتونا على هذه الارض الطيبه والشعب الطيب اللي لاول مره في حياتي انا اشوف من بعد 5 دورات خليج اشوف بطوله مثل هذه البطوله تقام من جميع النواحي. لكن احلى ما فيها واجمل ما فيها ان هذا الشعب الطيب اللي على هذه الارض، سواء كان شعب متعطش لكره القدم او سواء كان شعب ما حسسك الا انت في بيتك. صحيح. وهذا شيء ما حدث في جميع البطولات، ليس تقليلا من قيمه الدول اللي صار فيها. لكن اليوم لو تقول لي خالد ايش تبي، اقول كل سنه بها في دوره الخليج هني في العراق، مره في بغداد ومره نجيبها في البصره، مره اوديها الموصل. بغداد يا بغداد صح؟ عشقتها. ادري. عشقتها اكثر من كذي ما اقدر اقول. زين. فابو خليفه انا اللي بوصل له النقطه، يعني في الفتره الاخيره كانت هناك ان ممكن ان ترحل البطوله لدوله ثانيه، لكن كان في اصرار
من الاتحاد الخليجي بشكل عام على أنها تقام في البصرة أو في بغداد. ليش؟ في العراق قصدك؟ في العراق. ليش يعني شنو اللي كان عندكم يعني معطي هذا الإصرار؟ لا هو شوف يعني كرر نفس الكلام اللي قلته حق الكابتن نور. انحطت شروط، الاخوان اشتغلوا على الشروط، تاخروا شوي. الربع او اعضاء الاتحاد الخليجي طلبوا تاجيل لاعطاء فرصه اكثر للعراق اللي قلت لك عنه قبل شوي. قاعدين نشوف جهوزيه العراق اول باول، البصره خاصه نتكلم عن البصره انها كانت جاهزه للاستضافه، بس يحتاجون كانوا شغلات صغيره يصير بعضها مرات تاخير، فاحنا نضغط عليهم بالكتب لنرسلها. وكان فيه يعني انا خبر يسمحوا لي كابتن عدنان وسعاده المحافظ ان في مرات نرسل لهم ان لو ما صار كذا راح نسحب البطوله بالاتفاق معاهم، يعني على اساس انه يصير ضغط على الناس اللي تشتغل او الشركات اللي كانت تشتغل. لكن فكره عدم الاستضافه ما كان يعني ما كانت وارد بالمره. وهذا الشعب يستاهل، والحين احنا في اخر ايام البطوله والكل شاهد على نجاح البطوله. ما يصير تمددون النهائي ابو خليفه؟ يصير نرجع نلعب سيمي فاينل مره ثانيه. يا ليت والله. عصام الحافظ تفضل. كابتن احنا طبعا سعداء يا شيخ والله كلنا كمجلس انت موجود معانا النهارده. الله يسلمك. وطبعا هتكلم كمصري، احنا نعرف علاقتك بنا قد ايه وبالشعب المصري وبكل المسؤولين، خاصه طبعا الكابتن هاني اعرف ان علاقتك بيه حاجه احنا كلنا نفتخر طبعا بها. الله يسلمك. انا معاك حته فنيا، البطوله احنا لما اتفرجنا عليها كفنيا زي ما احنا قلنا احنا يمكن حللنا ماتشات، بس كفنيا من وجهه نظري زي ما انت قلت بالظبط 5%. اما كاعلاميا وجماهيريا دي حاجه بسم الله ما شاء الله حاجه كويسه قوي. اللي انا عايز اساله ليه ما نبقاش مثلا البطوله من 3 مجاميع؟ يعني بدل ما تبقى 8 مجاميع ممكن تبقى 3 مجاميع، يعني بدل مجموعتين تبقى 3 مجاميع. مين فيها؟ يعني ممكن عشان تبقى فنيا وتبقى فيها اثاره اكتر وفيها طموح لكل منتخب، زي ما حصل مع منتخب قطر، لعب في بطوله اوروبا وسافر لعب في امريكا. يوصل حق مصر صح؟ فاهم يا عبد الله؟ ليه ما يبقاش 3 مجموعات تخش معاهم؟ يبقى معاهم مثلا تخش سوريا مثلا والاردن، ويجي مثلا في منتخبين من دوله عربيه مثلا مصر مثلا. لا اي مش لازم تكون مصر. انا ما بتكلمش عن مش لازم تكون مصر، لان انت في الوقت كله ما عشان نلعب انا بتكلم بقول مع بطولة كاس العرب. طيب ماشي، انا بتكلم على ايه؟ ان هي ممكن طيب. تبقى فيها اثاره اكتر، هو وجهه نظر جماهيريا اكتر، وجهه تطوير البطوله يعني في اللائحه اللي عندك موجود في حق الاتحاد الخليجي استضافه اي منتخب من خارج دول الخليج، بس ما حد سواها لحد الان يعني ما هي موجوده في اللائحه لان عليها اختلافات. الله يسلمك.